تطلع بقى على التلفزيون يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي صابر القاضي محمد الهادي من الصنافير القبلية، مركز منيا الأمن، محافظة الشرقية. وقاعد حاليا في عرب العايدة القلوبية تبع الخنكة. وابني معاق ذهني في التربية الفكرية اللي في دار محكمة الخنكة، وخدوه الجيش وبيمسكوه سلاح، ودلوقتي هو بيضربوه هناك. بعمل ايه دلوقتي يا ربي؟ دلوقتي اعمل ايه؟ انا بقى رحت وديت ورق عشان اطلع الواد، قالوا لا هو كويس، الواد معاك ذهني وبيكسر اي حاجه، حتى انا بتضرب، يعني ما بكلمه بيضربني. بعمل ايه دلوقتي؟ عايزين نطلع حسن من الجيش عشان ما يمسكش سلاح يعور اي حد هناك في الكتيبه. طب احنا سمعنا ان هو ضرب ضابط هناك، ده حقيقي؟ لا وانا عمرو تركي، ضابط عمرو تركي. اه وضربه بس، وهو تنح قدام عمرو تركي. تمام. طب هو ازاي يا حاج وهو بيكشف يعني ما ازاي يعني ما بانش؟ دخلوه كده على طول، وانا ما قلت لهم، كشفوش عليه؟ قلت لهم معاه شهاده ان معاك تبع التربيه الفكريه، معاه وغزاني. اه فما ردوش عليا. دخلوه، راحوا باعتينه على كتيبه مبارك اللي هي طريق السويس، كله 4:30. وبعد كده ادوا لي الورقه على ميعاد 12 واحد، خدته على الكتيبه الاولى في طنطا، سلمته هناك. ومن ساعتها اه. طب انت عايز، انت طالب ايه؟ انا طالب ان هو يطلع من الجيش، بس عشان هو معاق ذهني. بس هو انا مش، ما قلناش معاق ذهني، يعني اه قلنا ان هو بيحمل سن 3 سنين. اه يعني طفل صغير يعتبر. 3 سنين 3 سنين يعتبر. يعني التقارير الموجوده دي سليمه؟ ايوه سليمه سيادتك. اه طيب. ومعايا اوراق تثبت بالحاله بتاعته من المدرسه التربيه الفكريه. وهما في الكشف ما كشفوش ما عليه؟ كشفوش عليه، دخلوه على طول. زي العالم. بقى له قد ايه يا حاج؟ بقى له 9 شهور دلوقتي. 9 حاليا. شهور. من 12 واحد. من 12 واحد. من 12 واحد دلوقتي، واحنا في شهر 11. اه النهارده 7/11 اه 2015. تمام. فالحالية دلوقتي أعمل إيه؟ أنا عملت له إفادة عشان نقدمها لمساعد وزير الداخلية، واتصل عليا وأنا ما ردتش عليه عشان ما أروحش لوحدي، إن أنا إيه خايف. أيوة مش عارف تعمل. مش عارف أعمل إيه، إن أنا كمان ربنا يعلم بيا. مأجر كشك وقاعد، ولا شغلة ولا مشغلة. انت سنك كام سنة يا حاج؟ سني 52 سنة، وبطاقتي لا يعمل. ما فيش اي مصلحه حكوميه شغال فيها، وما فيش معاش الا محمد بس، ده يعني حسن ومحمد بس، هم 2 الحزب. ربنا يبارك لك يا حاج ان شاء الله. وانا قاعد في بيت سويسي، ولا قادر ابني للعيل، ولا قادر اعمل حاجه للعيال. فربنا هو كريم يعني. ان شاء الله احنا جريدة بنت مصر الحرة هتنزل القصار ده ان شاء الله توصل صوتك. وان شاء الله يعني هناخد من حضرتك رقم تليفون. وربنا يبارك لك يا استاذ ممدوح. ربنا يخليك يا حبيبي. باللي بتعمله والله مع الناس الغلابه. والله احنا مجندين لخدمتكم. ربنا يستر عليك يا استاذ ممدوح. وبتوع الحي اهو، بتوع الخنكه هدوا لي الكشك اهوت، وهنعمل ايه بس؟ العمل عمل الله، وربنا معانا والحمد لله. تيجي اي عيل دلوقتي يرفع معايا الكشك اهو، التنده اهي، يعني صور كده التنده هتلاقي متهته. اعمل ايه في الكشك بقى دلوقتي؟ هنجيب منين دلوقتي يعني واحد يصلحها دلوقتي؟ ربنا يعلم بالواحد. حد مصدر اكل عيشك هديهولك ان شاء الله. ان شاء الله هنعمل قصارى جهدنا في بنت مصر الحرة، وان شاء الله نوصل صوتك. تحيا مصر، تحيا مصر. للسيد معالي السيد معالي وزير الداخلية، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يبارك له. وعايزين بس يعني اهم شيء نطلع الواد. حاضر هنحاول وهنعمل كل اللي هنقدر عليه. ربنا يبارك لك وان شاء الله على خير. ان شاء الله على خير. كتر خيرك يا عم صابر. الله يخليك يا باشا. ربنا يخليك يا حبيبي. والمساعد ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يخلي لنا وزير الداخليه، وربنا يبارك لنا في السيد مساعد وزير الداخليه، والسيد رئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا.